في قرية صغيرة اسمها كفر الغيط، كان في قطعة أرض محدش عايز يشتريها رغم إن ثمنها بسيط جدا. الناس بتقول إن الأرض مش سليمة، لكن محمود مهندس مقاولات قرر يبني فيها بيت جديد لأرملة اسمها أم نبيل. من أول يوم حفر بدأت الريحة الغريبة تطلع من الأرض، ريحة كأنها جثث متعفنة، وكل ما العمال يزيلوا طبق الطين يسمعوا خبط من تحت. في يوم واحد من العمال قال إنه سمع صوت بينادي عليه من الحفرة، وهو بيحلف إنه سمع كلمة ساعدني. تاني يوم الرجل ده مات وهو جوه الحفرة، وعلى وشه نظرة خوف كأنه شاف الموت بعينه. خلص البناء بالعافية، وفي أول ليلة أم نبيل سكنت البيت. الجيران سمعوها بتصرخ: اخرجوا من بيتي، اخرجوا! ولما دخلوا لقوها مرمية في الأرض، وعلى الحيطة مكتوب بالطين: البيت ده لنا، محدش ينام فيه مرتين. من بعدها البيت اتقفل، وكل اللي حاول يسكنه اختفى. بعد سنين يوتيوبر اسمه مصطفى أنور قرر يدخل البيت يصور فيه. دخل بالكاميرا وقال ساخراً: لو في عفريت هنا أنا جيت. الفيديو كان عادي لحد ما الصوت بدأ يتشوش، وظهر ظل شخص بيعدي ورا الكاميرا رغم إنه لوحده. آخر لقطة في الفيديو الكاميرا وقعت على الأرض، وتصور رجلين من غير جسم واقفين قصاد العدسة، وبعدها الشاشة اسودت. تاني يوم لقوا الكاميرا مرمية عند باب البيت، بس مصطفى نفسه اختفى للأبد. ورث الجزء الثالث: العائد من البيت. بعد سنة ظهر شاب بنفس شكل مصطفى، لكن عيونه سوداء وصوته مبحوح. كان بيقول جملة واحدة طول الوقت: هو لسه هناك، جوه الحيط. التحقيقات قالت إن جسمه متجمد كأنه كان مدفون، وفي أوضتي في المستشفى كتب على الحيطة نفس الجملة: البيت ده لنا، محدش ينام فيه مرتين. بعد كده اختفى، وسيب ورقة مكتوب فيها: رجعت مكاني، محدش يدور عليا. ومن يومها كل اللي يعدي جنب البيت يسمع اسمه بيتقال من جوه. قررت الحكومة تهد البيت وتنهي اللعنة، لكن أول ما كسروا الحيطة لقوا سرداب مدفونة تحت الأرض. نزلوا وشافوا 3 جثث متكفنة، واحدة منهم لابسة نفس هدوم مصطفى، ولقوا كاميرا فيها تسجيل بيقول فيه صوت: مش هم اللي جوا، إحنا اللي جواهم. التحقيقات كشفت إن البيت اتبنى فوق مقبرة ساحر مات من 100 سنة، وساب لعنة مكتوبة على الحيط: من يزعج نومي يسكن بيننا. بعدها بأيام البيت وقع لوحده، والناس شافوا دخان أسود طالع من الأنقاض، وصوت راجل بيقول: رجعنا، والمكان لينا. ومن يومها محدش قرب من أرض كفر الغيط، ولا حد نام فيها مرتين.